السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا مش هطول عليكم النهارده. انا جاي اتكلم عن شخصين وعن حاجتين، يعني حازين في نفسيتي قوي. اول حاجه، واحد اسمه انس. انا عارف ان الموضوع قديم وعدى عليه حوالي اسابيع. آه، انس دوت اللي هو عايش تقريبا في هولندا، وعايش مع اخوه هناك، والمفروض ان هو طلع اصلا اخواني. بس بغض النظر عن انتماءاته، انا بس عايز اساله حاجه واحده يعني. ادام انت راجل وذكر قوي كده، طب انت ليه بتعترض او بتعبر عن رايك وبتشتم من بعيد؟ يعني انت عمال رحت السفاره، شتمت في الحكومه، شتمت في المصريين، وهنت بلدك اللي انت اصلا منها. شئت ام ابيت انت مصري، انت شئت ام ابيت انت مصري، فانت قررت تطلع تنشر غسيلك الوسخ بره. طيب، انت شايف نفسك ازاي؟ طيب انت فخور بنفسك؟ شايف نفسك ذكر؟ لو انت ذكر بحق وحقيقي، انت كنت عملت الكلام ده في بلدك. كنت تيجي هنا وتعترض وتتكلم وتعبر عن رأيك زي ما انت عبرت عن رأيك بره كده. انما مش رجولة ان انت تطلع بره تقعد تنشر في غسيلك الوسخ وتشتم في حكومتك وتشتم في البلد، بالمنظر ده، وقلت ألفاظ بذيئة. يعني المفروض ان انت راجل اخوان متدين، يعني صح؟ عارف ربنا قوي، متدين، بتحب بتشتم في البلد، صح؟ بتشتم في الحكومة، وبتشتم. انا عايز اقولك ان انت يعني بتقلل من نفسك جدا جدا. آه ومش رجولة. هرجع اقولك في الاول في الاخر، هي مش رجولة. انت ما انتش راجل كفاية. الراجل هيعبر عن نفسه في اي مكان، في اي وقت، تحت اي ضغط، تحت اي ظروف. مش هيهمه لان هو راجل حر. انما انت ما انتش حر. تمام، انت ما انتش حر. ده اول واحد. تاني واحد اسمه وائل صديقي تقريبا. آه، الراجل دوت، المفروض ان هو اصلا مصري عايش، كان عايش في امريكا تقريبا، واخد الجنسيه الامريكيه. ودلوقتي عايش في تايلاند مع الشواذ والمتحولين جنسيا. المشكله برضو ان الراجل دوت، ليل نهار عمال بيشتم في مصر وبيشتم في الحكومه. وشفت له فيديو قريب طالع بيقول لك انا لو مكانك اهرب من مصر دلوقتي واسافر وبتاع. البلد مش مستقرة وممكن يقوم حرب وكلام من ده كله. انا عايز اقول لك ان انت فعلا حلو قوي مع الرقصات. انت كان افضل لك تكمل فيديوهات مع الرقصات. آه، مش عارف مين اللي علمك ان وقت الشدة المفروض نسيب البلد ونمشي. يعني لو لا قدر الله حصل حرب، المفروض ان احنا ناخد بعضنا ونمشي، صح؟ هو دوت هدفك في الدنيا؟ يعني هو دوت اللي انت اتعلمته، ان انت تاخد بعضك وتجري، صح؟ لا يا باشا، احنا غير. لو انت خدمت جيش بجد هتعرف ان انت، آه، اولا هتبقى انت من جواك نفسك، لو قامت حرب، حتى لو انت مش مطلوب للتجنيد، هتبقى انت من جواك نفسك ان انت تروح تسلم نفسك وتطلع على الجبهة. دي حاجة انا متأكد ان ملايين المصريين يوافقوني عليها. ان انت بتطلع تقول انت لا، المفروض تشتري سلاح عشان تأمن نفسك، ولو انت قدامك فرصة اهرب من البلد وبتاع. يا عم، انت هربت اهو. انت هربت، انت مبسوط يعني؟ لو طلع يقول لك طيارات الاف 16 اللي احنا عملناها، على اساس ان انت كنت، انت شغال في البنتاجون، يعني فاهم؟ انت شغال في امريكا، انت راجل مفيش زيك في امريكا، صح؟ عايز اقول لكم يا جدعان، استرجلوا بالله عليكم. يعني يا عم، انت مش انت كاره البلد وسبتها ومشيت؟ خلاص بقى، سيب، مالكش دعوه بقى بالبلد، سيب البلد في حالها يا عم. احنا يا باشا راضيين بالبلد وراضيين بالفقر اللي فيها، وراضيين بالمشاكل اللي فيها، وراضيين بحكومتنا وفرحانين بجيشنا. مالكش دعوة يا اخي. اتكلم يا عم في اي حاجة تانية. هو انت لازم تحشر مصر في اي موضوع؟ ما تتكلم يا عم انت على بلدك التانية اللي انت قاعد فيها. ما تشوف كده انت كام واحد صاحبك دلوقتي متحول جنسيا. انت عايش في بلد كلها اصلا ما تبقاش عارف مين الراجل من مين البت، صح؟ يقول لك الطيارات الاف 16 اللي احنا عملناها كامريكان. امريكان يا ابني وبتاع إيه؟ انت والامريكان يا ابني. انتوا يا جدعان بجد حاجه تشيل، اقسم بالله. انتوا مش عارف. احنا بنحمد ربنا ان الاشكال اللي زيكم دي ما بقتش موجوده في مصر، عشان احنا ما بقناش مستحملينكم، اقسم بالله.
انا يا باشا، يعني انا اختلف معاك او اتفق معاك مفيش مشكله، بس انت يا باشا يعني عارف انت انا واحد غلط فيا وضربني مثلا، وانا واقف عمال رحت بلد تانية، مدينه تانية عشان نشتمه من هناك. طب ما هو كان ما تيجي يا معلم، مش انت مصري؟ مش انت راجل امريكي وحر؟ ما تيجي يا باشا تعيش هنا في مصر يا باشا، وعبر عن نفسك هنا في مصر. انتوا يا جدعان اقسم بالله العظيم عندكم عقد نقص مش طبيعيه، وحسابكم عند ربنا يعني ماليش فيه دوت، ما يخصنيش يعني. بس ربنا يهديكم، ربنا يهديكم وتتشهروا بعيد عننا وبعيد عن مصر، عشان انتوا حاجه ما تشرفش اقسم بالله. فاهم؟ الواحد اتعود انه يقف ويواجه ويتكلم، انما انتوا قاعدين بس فاهم من بره عمال بتشتم وبتلعن وبتسب، و كأن مفيش حكومة في الدنيا خالص وحشة غير مصر يا جدعان. كأن مفيش بلد في الدنيا كلها وحشة غير مصر، وهي وحشة بالنسبة لك، بالنسبة لنا احنا أحلى حاجة في الدنيا. فيها مش في، أنا سافرت بلاد تانية واشتغلت في بلاد تانية وعادي، والله العظيم ما ارتحت يا أخي والله. لا هي أنا أرضى إن أنا أعيش في مصر بحاجة بسيطة جدا، بس أنا اسمي عايش في مصر وسط أهلي وسط بلدي و... بلدي يا أخي، بلدي مش عارف أشرحها إزاي، بلدك. فاهم؟ فانتوا نصيحة للوجه الله يعني، حبيت تتكلم وبتاع يا باشا، تعالى يا باشا اركب احلى طيارة، تعالى مصر، انزل المطار، قول لهم يا جدعان والله انا مش عاجبني اللي بيحصل في البلد، واحد اتنين تلاتة. ماشي؟ بس كده. انما تقعد تتكلم وتهبل في البلد وبتاع اونلاين وتنشر غسيلك الوسخ والكلام من ده، يا باشا احنا زهقنا منكم. فاهم؟ يلا بقى اتكل على الله.